تعرف الرمز ده بيعبر عن ايه؟ او الرمز ده ليه اتصمم او اترسم بالشكل ده؟ او حتى رمز الصمام الاتجاهي ده ليه مرسوم جوه منه رمز عدم رجوع تشيك فولف بالشكل ده؟ وده معناه ايه؟ انا باشمهندس اسلام شقيري، مهندس في مجال الصيانه المعدات الثقيله والقطاع الصناعي، واعمل كمحاضر لمسارات الانظمه الهيدروليكيه في اورنج. الفتره الجايه هكون موجود معاكم في سلسله تكميليه لسلسله الرموز الهيدروليكيه الاولى. لو ما كنتش اتفرجت عليها هتلاقي اللينك بتاعها اسفل الفيديو. ولانها سلسله متقدمه فاحنا هنتعمق في شويه دوائر هيدروليكيه خاصه بالقطاع الصناعي، وهندخل في شويه رموز اساسيه ومهمه ومنتشره بشكل كبير جدا في القطاع الصناعي، وكتير من المهندسين بيعتبروها رموز صعبه ومعقده، ولكن ان شاء الله الموضوع هيكون بالنسبه لنا بسيط. زي ما اتعلمنا في السلسله الاولى ان احنا بنتعلم الرمز عن طريق ان احنا نفهم الوظيفه بتاعته وازاي الرمز ده اترسم، وطبعا ما بنتعلمش بطريقه ان احنا نقعد نحفظ كل رمز والمعنى بتاعه. كل اللي محتاجه منك ورقه وقلم وشويه الوان، لان بعد تجارب كتير جدا اكتشفت ان دي افضل طريقه تتعلم بيها الرموز الهيدروليكيه والدوائر المعقده اللي احنا داخلين عليها. حضر ادواتك، مستنيك الفيديو الجاي.